يا صباح السعادة والجمال والتفاؤل والرزق على عيونكم إن شاء الله. يا رب دخل قلوبكم وبيوتكم الرزق والفرح والسعد والهنا إن شاء الله. النهاردة بدأنا روتيننا. صحيت الصبح كده لقيت ما شاء الله روايح الشتاء الجميلة، لقيت الجو كده بديع صراحة عجبني، فحسيت كده إن أنا نشيطة، فقلت لأ ما بخلش عليكم بروتين الشتاء الجميل ده. فبدأت روايح الشتاء. فتحنا الأول الشاشة كده على القرآن الكريم، وبعد كده ندخل بقى نشوف هنعمل النهاردة. صباح المعجنات، صباح الحاجات الحلوة. تعالوا حبايب قلبي هنعمل فطار جميل، غدا حلو، وإن شاء الله معجنات جميلة جدا. بس وريتكم بس كده اليوم كده بدأ بالجمال والسعادة. فحسيت كده ان اليوم كده حاسة فيه ان انا فيه نشاط وحيوية كده حلو. البيت رايق طبعا من بالليل، مظبطه كل حاجه. فقلت لا مش هبخل عليكم بروتين ده، وندخل كده على المطبخ هنشوف فطارنا فطار تحفه، فطار ملوكي. وده الفطار اللي انا عملته النهارده صراحه هيعجبكم جدا. هتنفع للفطار، هتنفع للغدا، هتنفع للعشاء، مناسبه لكل وقت، يعني ما شاء الله مناسبه لكل وقت. فانا حبيت ان انا اعملها كده معاكم واشارككم روتين النهارده. يا رب روتين النهارده يكون عجبكم باذن الله. بدأته كده بالخير والفرح. بصوا حبايب قلبي، معايا جزر مبشور، معايا بطاطس، معايا بتنجان، معايا فلفل، معايا طماطم، معايا جبنة موتزاريلا، يعني شوية خضروات كده. كل الخضروات اللي عندك كده اعمليهم ميكس على بعض واضربيهم مع بعض كده وشوحيهم. حطيت حتة زبدة، جبت قطعتين من الزبدة وحطيتهم وسبتهم يسيحوا، وبدأت أنزل بالخضار الموجود عندي، ونبدأ كده نشوحه ونديله كام تقليبة كده حلوة، وباستمرار كده خليكي معاه، وخليكي طبعا واخدة بالك منه، ما تسيبوهوش ان هو يتحرق. اخر حاجة بحطها الطماطم والفلفل الحراق. الفلفل الحراق هي اختياري، يعني دوت بتنجان قشرته وقطعته مكعبات، يعني حطيته من غير القشر بتاعه. اتمنى بس دعوة حلوة كده من قلوبكم الجميلة دي، واللايك والشير والسبسكرايب حباب قلبي، عشان خاطر طبعا القناة تكبر بيكم بإذن الله. عوضوني بقى. هنا انا حطيت شوية بقدونس مع البيض، وحطيت شوية بقسماط وشوية توابل، ونحطهم بقى فوق الخلطة اللي انا عملتها دي بإذن الله. جبت معايا الصينية البايركس، وهبدأ احط المكونات الموجودة عندي، وهحط عليهم البيض وهدخلها الفرن تضرب تقلب مع بعضيها. النهارده صباح زي ما قلت لكم كده صباح شتوي، فانا مشغله الفرن من البدايه للنهايه. فانا قلت لا انا مش هبخل عليهم بقى. الدقيق يا جماعه حاجه حلوه جدا في البيت، ما تستغنيش عنه خالص. البيض اسفه الدقيق حلو جدا، يعني عودي نفسك ان انت كل اسبوع جيبي 2 كيلو او 3 كيلو. 3 كيلو دوت هيبقى حلو معاكي في الاسبوع. بصوا شايفين الصينية عاملة ازاي؟ ما شاء الله، فطار غدا عشاء، تنفع في اي وقت وفي اي زمان واي مكان. سندوتشات بقى بصي جميلة جدا ما شاء الله، مش قادرة اقولك. هنا عندي كيلو واحد من الدقيق، حطيت عليهم 3 معالق من السكر، وربع معلقة من الملح، ربع معلقة صغيرة، معلقتين او 3 معالق سمسم متحمصين، وطبعا الخميرة والبيكنج باودر اختياري. وهنزل عليه بالميه. انا هعجنه النهارده بالميه، لان انا هعمل طبعا زي ما انتوا شايفين قراقيش. انا هعمل قراقيش عشان خاطر بتبقى حلوه مع مع الشاي، مع النسكافيه، مع اي حاجه بتبقى حلوه جدا. هتقومي هتفطري، يعني مش هتكملي دقايق، مش هتاخد معاكي وقت ولا غلبه ولا اي مجهود ولا اي حاجه خالص. فهتعملي القراقيش كل اسبوع. يعني عندي كيلو الدقيق، حطيت مج واحد بس من السمنه، ومج لبن اسفه ميه، ومج زيت، وحسب الدقيق اللي عندك. لو احتاج معاكي ميه هتحطي له تاني. انا ما حطيتش لبن خالص. بصوا شايفين ما شاء الله، حاساها اختمرت معايا وانا لسه بعجن فيها. فسبتها ترتاح لمده 10 دقايق بس، على ما لميت الحاجه اللي كانت عندي يعني. وبدأت كده افردها واقطعها. قطعيها بقى، انا قطعتها عشوائي، اللي هو بقى ان انا زي ما قلت لكم كده، اللي هو انا مستعجله عايزه اي حاجه. بس على فكره اللي كنت بلاقيها يعني كبيره شويه او كده، بقيت اشيلها تاني وارجعها في العجين، وابدا اقطعها بشكل كويس تاني. يعني لو اي حاجه اتهدرت معاكي شيليها تاني، ورجعي عجنيها تاني.
فحاولي تخلي الدقيق تحت ايدك على طول، يعني زي ما قلتلك دي المستلزمات بتاعه البيت. بصوا شايفين كده انا هسيبها تختمر. على ما تختمر هنعمل حاجة حلوة كمان، يعني حاجة مش مكلفة خالص ولا متعبة جدا ولا مرهقة ولا اي حاجة خالص. عندي هنا كوبايتين من السمنة، كوباية لحاجات بسيطة خالص سكر بودرة، وهنبدأ نضربهم مع بعض لحد لما القوام بتاعهم يبقى كريمي. واضربي فيهم كويس، ما تستعجليش. لو عندك مضرب بيض على طول هيخلص معاك الكمية في ثانية. بس زي ما تقولي ايه اللي هو انا قلت هعمل يدوي كده اوريكم كده ايه عملي كده. اللي حطيتها من شوية دي فانيليا، تديني ريحة حلوة جدا للايه، مش عايزه احرق لكم مفاجاه للغريبه. طبعا انا قلت اليوم كله النهارده نشاط. معايا 4 كوبايات من الدقيق، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. 4 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من السمن، كوبايه سكر، ما تلخبطش خالص. ولو حسيتي ان العجين بيلزق معاكي ممكن تضيفي له شويه دقيق صغير. انا اخدت عهد على نفسي ان انا اعمل لكم الروتينات مظبوطه بحيث ان انت تستفادي، بحيث ان احنا نستفاد مع بعضينا. بديكي معلومه تديني معلومه. يعني بصوا احنا بنتعلم لحد اخر نفس في حياتنا، لاخر نفس في حياتنا. بصوا هنا انا حسيت العجين محتاج شويه دقيق، فحطيت شويه كده، باخد شويه على طرف ايدي لحد لما بحس ان هو مظبوط معايا. بصوا شايفين ما شاء الله الغريبه طبعا تحفه، بتشققش خالص ما شاء الله، تحفة. هحطها كده هرصها في الصينية وهسويها في الفرن لحد لما بين القراقيش بتاعتي تكون اختمرت كويس. بصوا شايفين ما شاء الله تحفة. طبعا اولادي طلبوا مني ان انا اعمل لهم كمان يعني عايزينها متحمرة شوية، يعني اللي هو تبقى زي البسكوت، فانا عملتها لهم كده. بس شايفين اتلزقت في بعض، انا كنت يعني مش مديهم البراح قوي. دلوقتي بصوا بوريكم كده القراقيش اختمرت وسويتها هي كمان ما شاء الله ما شاء الله. كده مليت بيتي بالخير، مليت بيتي بالمعجنات الحلوة. ده حاجات بسيطة جدا، حاجات مش مكلفة خالص. وبكده حباب قلبي يبقى انت جهزتي لاولادك الفطار ووفرتي كتير جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه باقي روتيننا وباقي يومنا. دي الدهن دوت كنت حاطاه في الفريزر، فخرجته وقلت بقى بما ان انا نشيطه النهارده لازم بقى ايه اليوم يبدأ معايا كده كله بالنشاط. فقلت لازم ان انا اعمل روتيني كامل مكمل النهارده، بقى يوم تسليه كده ويوم. والله انا خلصت الفيديو على طول ورحت مسجلاه وقلت مش هبخل عليكم بيه، لازم انزله على طول. بس اتمنى زي ما قلت لكم اللايكات يا حبيب قلبي، لان هي اللي بترفع الفيديو. انا في الوقت ده بقطع وانزل في الحله على طول زي ما انتم شايفينها. راح ارفعها على النار، بصوا رفعتها على النار بدات تسيح معايا. انا بوريكم بس الخطوات، يعني بدات تسيح اهي. تحس كده اللي بدات تعمل طبقه زيت كده من تحت. فانا هسيبها كده مع بعضيها تضرب تقلب، وما تغيبيش عنها، قلبيها على طول باستمرار. هوريها لكم حلوه جدا، وهقول لك طريقه تحسي فيها ان هي زي السمن البلدي بالظبط. املي بيتك خير، املي بيتك حاجات حلوه وروايح جميله. بصوا انا اللي انا حطيته، انا حطيت شويه فلفل اسود، بتديها ريحه حلوه جدا. هي هتغمقها معايا شويه بس بتديها ريحه حلوه. انا اهم حاجه دلوقتي ان هي تكون ريحتها كويسه والطعم يكون معايا كويس. انا بعد ما رفعت كده الدهن اللي هو القطع الصغيره دي، حطيت كده هنا حوالي كوبايه سمنه بلدي، سمن فلاحي، وكوبايه زيت. السمن الفلاحي ليه؟ علشان خاطر تديها ريحه ونكهه وطعم حلو. بصوا الحاجات القطع الصغيره دي انا حطيت عليها كده شويه كمون وشويه فلفل اسود، بحيث ان انا اسيبها علشان خاطر الباميه والحاجات دي. بصوا بقى الدهن كده، بصوا انا سبتها علشان خاطر اوريها لكم لما جمدت. بصوا ما شاء الله عملت ازاي معايا، تحفه 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 يا بنات. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وهنا بقى كنت مجهزه، ما قدرتش اصور صراحه، وان شاء الله هبقى انزل لكم طريقه المشوي ده بعد كده. حشيتهم كده رز، وده كده غدانا النهارده. فانا كده يعني فرهدت خالص والحمد لله كده كويس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم باذن الله تعالى، يا رب الروتين يكون عجبكم. اتمنى اللايك والشير زي ما قلت لكم والسبسكرايب.
اشوف وشكم على خير، وهتوحشوني من الروتين ده للروتين الجاي باذن الله. مع الف سلامه.